السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية طريقة تحويل البيانات الموجودة في داخل الأكسس إلى الإكسل عن طريق الضغط على زر مثلا من نموذج فيحول تاريخ معين إلى إكسل. تعالى نشوف هتعمل إزاي. سهلة يعني، مش محتاجة حاجة، بس برضه يعني هنا مثلا شورت تكست وهنا نمبر. تمام، هنكتب هنا أحمد، حسام، منصور، علاء، بيومي. شويه ارقام تخصهم، يعني رقم تليفون بقى، مرتباتهم، قول زي ما انت عايز تقول. احنا بنعمل مثال نحول الاكسل. هنسيف الجدول ده، هنسيف الجدول ده. هنا هننشئ نموذج، هننشئ نموذج. النموذج ده بيقول عايزين امر هنا. الامر ده اعمل يعني نكتب عليه كده تحويل الى اكسل، تحويل الى اكسل. انهي اللي في الجدول تيبل 1 اهو. ادي كده ايه، هنضغط على الزرار دوت، المفروض يحول لي بقى الكلام ده اكسل، اللي هو ايه، اللي هو تيبل 1. الكلام ده يوديه لي اكسل. ماشي. طيب هنخش على الماكرو. نخش على ايه، نقف عليه كده اهو ونخش على الديزاين والبروبرتي شيت وعند الضغط، بس المره دي من خلال الماكرو اسرع. اسرع ماكرو بيلدر، ماكرو بيلدر ليس كود. هنا اسرع من الكود في الحته دي بقى. الماكرو هنضيف، هنخش على اللي هي طبعا لو الخانه دي ما ظهرتش اضغط على دي تظهر. ماشي. هنخش على الاختيار التاني ونختار الاختيار. بعد ما نضغط عليه كده على الماوس هيفتح لي ايه، 1 2 3 4 5 خمس حاجات. اختار التالتة، اختار التالتة اللي هو مكتوب عليها اكسبورت اولها دي. طيب بيقول لك هنا ايه، طبعا عشان ما فيش الا جدول واحد هنختار تيبل. انهي تيبل؟ تيبل رقم واحد. هتحول لايه، اكسل اهو. اول واحده اكسل 97 اهي، وفي اكسل 2 واكسل 3 انواع يعني. خليك يا عم في احدث حاجه، خليك في دي. خلاص، اكسل. ماشي. طيب انت عايز لما تحمل يظهر، يظهر مش مشكله، خلي دي يس. بس شكرا. هتسيف على كده ونسيف على كده. هنخش على الفورم. هات يا عم الاكسل. طبعا هيقول لك سيفها، هنسيف اي رقم باي حاجه. دوس اوكي، اتحولت لاكسل. تنتظر التحميل. طبعا هيفتح الاكسل بيحمل. اما نشوف. يلا يا ولد، طولت قوي كده ليه؟ ايوه، تمام. هندوس على الشريط دوت ونشوف الدنيا فيها ايه اهو. اي دي والفيلد واحد وفيلد اتنين. تمام كده. اتحول الكلام ده الاكسل ولا لا؟ اتحول الاكسل. طيب في نقطة تانية، انا عايز الكلام ده يتكتب بالعربي مع الاحتفاظ بالفيلد بنفس مسمياتها، للناس اللي بتحب تكتب الفيلد كلام اجنبي وليس عربي، او كلام انجليزي وليس عربي. ليه؟ بسبب ان مش عايز يكتب كلام عربي داخل الاكواد الفيجوال بيزك، عايز يحتفظ بنفس الكلام ده بس اللي يظهر في الاكسل عربي. يعني هو عايز يظهر في الاكسل ايه، يظهر في الاكسل الاسم ويظهر في الاكسل الرقم، مش عايزه يظهر فيلد واحد وفيلد اتنين. طب بما ان انت ممكن تكتبها كده اهو، الاسم، الاسم، تكتب الاسم، لا، هو عايزه دي زي ما هي علشان ما يحتكش بالعربي في الفيجوال بيزك. خلاص كده، خلاص كده. تعمل ازاي بقى؟ سهله ان شاء الله، سهله باذن الله. هنخش هنا على الديزاين فيو ونقف عند كلمه فيلد 1 ونخش على كلمه كابشن دي، الاسم، نكتب عليها الاسم.
طب ثواني كده اما نشوف الاسم كده، هنشوف بس حاجة بسيطة كده عشان ماشي مفيش مشكلة. هرجعها تاني فيلد 1 خلاص. فيلد 1 ماشي. هنعمل استعلام بسيط وننزل الفيلد، هننزل التلاتة بقى مش مشكلة، ونسيف الكويري 1 ونيجي هنا ونقف عند الفيلد الأول ده ونخش على الديزاين ونكتب في البورد شيت اللي هو الاسم، والتاني هنا الرقم. تمام كده، الاسم والرقم. هنحول الكلام ده، طبعا هو كده كده خلاص. التيبل ما لعبناش فيه اي حاجه، في التيبل ما لعبناش فيه خلاص. هنيجي هنا ونغير، قال لك بدل ما تاخد لي من من التيبل 1، لا اخدها لي من ايه الاستعلام، خدها لي من الاستعلام. امسح اوبن كويري. الكويري كام؟ 1. لا انا اسف، أنا دخلت غلط. هنفتح بقى، نخش على العلامه دي، نختار التالتة، وهنا نوع كويري، وهنا 1، ونخلي ده يس. انا بشتغل في الجدول عادي، والجدول مع الاحتفاظ بالانجليزي في العناوين، ان في ناس مش عايزه تكتب عربي عشان هيحصل معاه مشاكل في الفيجوال بيزك. ايه هي الفيجوال بيزك؟ الاكواد، كود بيلدر، مش عايزه يكتب بالعربي عشان لما يبيع برنامج لواحد اجنبي، تمام، مش هيفتح عنده لان هو ما عندهمش عربي. خلاص. يعني احنا كتبنا هنا سعد واخد رقم 10 اهو، وجينا هنا عملنا، خش بقى على الفيو، ماشي مش مشكلة. هنحول الاكسل التالت اهي، ندوس اوكي، نسميها اي مسمى. كتب لي يا سيدي الاسم والرقم، الاسم والرقم. الاي دي كتبت في النص ليه؟ عشان في الاستعلام اتحطت في النص، ماشي مش مشكلة. يبقى الاسم والرقم، وسعد نزل اهو، منور اهو سعد. ده بالنسبة لدرس النهارده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.